نداء لعديم الضمير، نداء لعديم الدم، نداء لعديم المسؤولية، نداء لعديم الرغبة في المذاكرة، نداء للنويمة، نداء للمسوفين، نداء للناس اللي بتتمرقع، نداء للناس اللي بتسوف وتأجل المذاكرة. حس على دمك يلا، أهلك تعبوا عشانك يلا، ما تنامش 12 ساعة يلا، قوم يلا ذاكر يلا، أهلك بيحبوك وعاوزينك تبقى كويس يلا، وأنت مصمم تكسرهم يلا. حس على دمك يلا، بطل دلع وذاكر يلا، امشي يلا، قوم يلا بقى يلا، فز يلا، قوم ذاكر يلا، امشي يلا. لك للمرة الأخيرة إن إحنا في المرحلة دي لو صدقنا فعلا في العهد ولم نتراجع عن إن إحنا نكمل، لأن بصوا يا جماعة إحنا عارفين تماما إن أنت في البداية أو إن أنت هيحصل معاك إنك هتبص على المحاضرات، سواء كنت شغال على الأرض أو الأونلاين، هتلاقي إن المحاضرات كبيرة قوي. فهيحصل حاجة من اتنين، يا إما هتلاقي المحاضرة كبيرة زي أحد الطالبات كنت بكلمها فبتقول لي كنت بقفلها وخلاص أقول لا مش هكمل، يا إما هتلاقيها كبيرة فهتدوس وتكمل حتى لو هتقسمها. مش اسمها هرجع، أنا مش راجع، أنا مش راجع، أنا شعاري في هذه المرحلة وعجلت إليك ربي لترضى. أنا هكمل طريقي مهما كان، أنا عارف إن هو صعب، إلا إنه في الأول وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى هيعوضنا عن هذه المشقة. واستعينوا يا جماعة، استعينوا بالصحبة الصالحة، واستعينوا بحد يدفعكم ويحفزكم في هذه المرحلة عشان تقدر تكمل، لأن مرحلة تقيلة هتجهد من كتر الشغل. لكن في النهاية زي ما احنا بنقول، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في النهاية لما هتوصل للنجاح كل التعب والمشقة ده هيروح، والله كل ده هيروح. لما تشوف فرحة أهلك، لما تشوف فرحتك بإذن الله تعالى بالمجموع الطيب اللي هتجيبه، هتلاقي الأمور كلها معاك خلاص، تنسى بقى كل. فعلا مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي. المهم هي هتعدي، مش ان هي هتعدي، هي كده كده هتعدي. المهم هتعدي ازاي؟ هتعدي وانت مبسوط. الانبساط بتاعي دوت بالانجاز اللي احنا عملناه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب لك الحمد، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو او خطا او نسيان فمني ومن الشيطان. اتعودوا يا جماعه ان انتوا بعد ما تنجزوا انجاز كويس تنسبوا الفضل لله وتفتكروا يا رب لا حول لي ولا قوه الا بك. يا رب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فعلا انا ماليش لا حول ولا قوه ولا مقدره على اي حاجه الا بحول الله وقوته. رجليا مش هتشيلني اصلا ولا لساني سيتحرك الا بقدره الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. وفعلا كل حاجه هتعدي. الصعوبات اللي انت شايفها صعوبات دلوقتي صدقني والله هتعدي. الثانويه هتعدي وان شاء الله تجيب مجموع اللي يبقى فيه الخير. والاحزان كلها بتعدي والافراح بتعدي. لكي الفكره بقى بتاعت الدنيا كلها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. تعرف قدر الدنيا. انا اخري انا متضايق قوي، انا متضايق قوي. بهدلت انت معانا اليومين اللي فاتوا دول. ها إياك أن تستسلم في هذه الحياة. أرأيت ناجحا خرج من بطن أمه ناجحا؟ أعطني واحد من الناجحين في الحياة خرج من بطن أمه ناجحا. إن لم تتعثر في الحياة، إن لم تتعب في الحياة، إن لم تمرغك هذه الحياة في التراب وتتعلم من مدرسة الحياة. كان لازم تتوجع. كان لازم تتوجع. كان لازم تتوجع عشان تقدر تكمل وتعرف ان الحياة ما ينفعش تتعاش بقلب الطفل الطيب. حاول تاني وعافر دي الحياة عايزة واحد وقاتل على الفرصة والبركة في الجاية. أنا دي مش هيأس ولا استسلم، أديني بعيش وبتعلم من الماضي والغلطات.